احنا كفيزيكس انا معترف ان احنا ماده مش سالكه اطلاقا، تمام؟ وكل الناس على فكره يعني شئت ام ابيت، اعترفت او ما اعترفتش، كنا عارفين ان هي اصلها بالنسبه لك مفيش سلكان، يعني ماده لو سالكه ما كانتش بقت كده. طيب اساسا الساينتست بتوعها البدايه كانت من عندهم، هم نفسهم ما كانوش سالكين مع بعض. يعني تخيل انت مثلا الساينتست دول كانوا بيمسكوا على كل كبيره وصغيره ماشي ويعاركوا بعض. يعني جم كده في حاجه اسمها الكترومagnetic راديشن. الكترومagnetic راديشن يا صديقي العزيز زي اللايت، زي المايكروويفز، زي التي في ويفز، الراديو ويفز، انفراريد، الترا فايولت، بلا 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 بلا، جاما ريز. فجم بالنسبه لك بيسالوا بعضيهم، واحد راح جاي كده بيقول لك هو الكترومagnetic راديشن دي او الكترومagnetic ويفز تصنيفها ايه؟ هل هي ويفز ولا هل هي بارتكلز؟ فراح جاي التيم البديهي اللي هم الناس الكلاسيكال قال لك اسمها ايه؟ الكترومagnetic ويفز. ويفز اهي، هي اصلا ويفز، مش محتاجه حاجه يعني. فخلاص خلصت. ده التيم البديهي وده التيم الكلاسيكال اللي هم شايفين الموضوع بالنسبه هي كده يا صاحبي، هي مش محتاجه، انت بتحرق في ايه؟ فاهم؟ اسمها الكترومagnetic ويفز فاكيد ويفز، دماغك يا عم، تمام؟ وفي التيم بقى التاني تيم الحناكه اللي هم بيحبوا يتحنيكوا في الموضوع، اللي هو بقول لك يا صاحبي هي ممكن ما تبقاش ويفز على فكره، ما تبقى بارتكلز على فكره ممكن. طب اثبت لي هي بارتكلز. عارف انت الناس اللي ايه، في ناس كده دايما محنكين في حياتنا يحبوا دايما ايه يزودوا التاتش بتاعه، اللي هو ممكن تبقى كده يعني مش ممكن ما تبقاش ويفز، انا مش عرفني انا، مش انت لما اجرب اطلع بعرف. ممكن تبقى بارتكلز، مش ممكن نجرب ان هي بارتكلز.